السلام عليكم ورحمة الله على قناتي. نتمنى كامل تكونوا بخير وما زلنا مع وصفات العيد. اليوم راح ندير لكم معشوق الجزائريين اللي هو البنيون. درته لكم بمكونين راح يعطولوا يعني السر نتاعو اللي راح يخليه معسل طري لاطول مده بلا ما ينشف ويجيكم بزاف بنين. ودرته لكم بهذا المول اللي راهو داير حاله الوحيد اللي عجبني صراحه، عجبني بزاف وحبيت نبدل لكم يعني نغاير على واش قاعد يدور المعمول المقرود واسمه الغريبيه. حبيت ندير لكم به حاجه بالشوكولا وعطاني النتيجه هذه بزاف هايل وشكله روعه. بالنسبه للوصفات راني نحاول باذن الله نزيد ندير لكم وصفات الاسبوع هذا والاسبوع الجاي، يعني نحاول انه الاسبوع هذا الامتحانات، الاسبوع الجاي كما تعرفون نخدم لي كوموند. يا ربي ما نبدا في لي كوموند، ما شكيتش يعني كفيني الوقت، لكن قلت لكم نحاول والا ما حطيت لكمش اعذروني. وصفه كاينه فيها باذن الله. راح تكون تاني تاع المهبات، درت لهم وصفه ليهم اللي يحبوا يحطوا حوايج تقليديه في المهبات نتاعهم. نحاول باذن الله. ما نطولش عليكم، هضرت بزاف. تفاعلوا مع الفيديو كالعاده ونخليكم على المقادير وطريقه التحضير. البنيون نتاعنا نحتاجو هاد المكونات. انا هنا عندي 2 كيلات ولا 2 كيسان من الجينواز ولا البسكوي ولا المسكوتشو ولا المادلان اللي متوفر عندكم. الا درتوا البسكوي ارحوه ناعم جدا. انا درت بذوق الكاكاو، تقدروا ديروه بذوق الفاني، اي حاجه يعني ساملوها ديروها فاني. انا درت هنا مسكوتشو لانه تجي طريه وتجي هايله. بالنسبه للمسكوتشو نتاعي 2 كيلات نعطيكم المقادير، وكذلك راح نكتبهم لتحت في صندوق الوصفه. عندي تقدروا ديروا 2 بيضات كبار ولا 3 بيضات يكونوا صغار بدرجه حراره المطبخ، مع نص كاس سكر عادي مع ملعقه كبيره من لافاني. نضربوهم مليح، نضيف عليهم نص كاس زيت، نواصل الخفق كيس خميره كيميائيه وكاس فرينه مع ملعقه كبيره معمره مليح من الكاكاو. نحطها طيب الجينواز نتاعي ولا المسكوتشو تاعي، تخرج تبرد نرحيها ونخدم بها. بالنسبه هنا راح ندير 4 ملاعق كبار من كريمه الزبده. كريمه الزبده عندي واجده ديما باه نخدم لي كوموند. لهذا المقدار تقدروا ديروا 150 غرام من مارغرين اوبلين ولا اي نوع مارغرين مولفين تخدموا به، تكون طريه باه تحصلوا على زبده. كريمه زبده تكون خفيفه ما تكونش ثقيله. 150 غرام تكون طريه مليح، مع نص كاس سكر غلاس مع ملعقه كبيره من لافاني. نضربوهم مليح بالباطور، ملعقه كبيره من الكاكاو، ملعقه كبيره شوكولاته الطلي، ونتحصل على كريمه خفيفه نستعملها. كذلك تقدروا تحطوا حتى النسكافيه تنكوها، وتقدروا تنكوا كريمه الزبده نتاعكم على حسب الذوق اللي تحبوا به البنيون نتاعكم. كما نحتاج عندي هنا كاس ولا كيله من القفريت. كان عندي قفريت فاني شوكو ريحتهم مع بعضهم، عندي كاس. كما عندي كاس من الجوز مرحي ناعم ولا يعني يكون خشن، انتم كيما تحبوا كيفاه تحبوه. كاس جوز، تحبوا لوز، تحبوا يعني مزيج من المكسرات، كاوكاو. البنيون تفنوا فيه. ليسونسيال السر اللي حبيت نديره لكم هنا هو انه درتو انا بالمسكوتشو بالاضافه لكريمه الزبده باه ما يجينيش يقهم. انا موالفه نديرهم في الدار كامل، يعني نجمع المكونات كامل غير بكريمه الزبده. بالك اللي ما يحبوش كريمه الزبده بزاف يجيهم ربما يقهم، رايحه نكمل نجمع بنص كاس من شوكولاته الطلي. حليتها بشويه زيت في الميكرووند ولا حمام مائي هكذا باه نقدر نجمع بها وتجيني ليكيد. يعني درت 4 ملاعق كبار من كريمه الزبده بالاضافه نص كاس من شوكولاته الطلي، ونجمع حتى نتحصل على هذا القوام يكون طري. انا رايحه نطبعه درته بقوام عادي يعني طراوه عاديه، ولا راح ديروا يعني مكعبر عادي كما موالفين الشكل نتاعو تقدر تطريه اكثر. انا هنا باه ما يحصليش في المول. بعدها وزنت الكويرات نتاعي ب 35 غرام وحشيتهم بحلوه الترك. وزنت العجينات ولا لاباط نتاعي البنيون نتاعي 35 غرام وحشيته كما راكم تشوفوا بقطعه من حلوه الترك لداخل. اللي حبت حلوه الترك تحطها لداخل، الا كان ما حبيتوش تقدروا تحطوا كاس في الخليط الاول، يعني تدخلوها مع المكونات في البدايه. ومن بعد الكويرات نتاعي بعد ما حشيتهم حطيتهم في الثلاجه حكموا روحهم مليح باه كي نطبعهم ما يحصلوليش في الطابع. فهمتوني يا اخي؟ شفتوني وانا نحل في الكويران تاعي ونحشي فيها نوعا ما تشققتش باسكو لاباط ناشفه. تشققت لانه كانت في الثلاجه، لكن هو قوامه طري جدا.
قلت لكم نحطهم يحكموا روحهم في الفريجيدار مليح هكذا باه نطبعهم يخرجوا لي هادو يعني الخطوط باه من بعد كي نكلاصيهم يبانوا معاه. بنت لي هضرت بزاف وبالك ما فهمتوش، نتمنى انكم فهمتوني. طريقه واضحه يعني باين بنيون. حطيت فيه هذوك المكونات جمعته ومن بعد حطيته في الثلاجه، حشيته حطيته في الثلاجه وراني نشكل فيه بالطابع هكذا. نحو غير بالعقل ما يلصقش معاكم، ما عذبنيش خلاص. الطابع هذا يتباع ب20,000 وهايل يعني كي تشروه ما راحينش ديروا به غير الوصفه هذه، تقدروا ديروا به المعمول، تقدروا ديروا به المقروط، تقدروا ديروا به حلويات جافه، ديروا به الكفته، يعني وصفات عديده يعني ما تندموش عليه. هايل هايل. بعدها عاود رجعتهم بعد ما طبعتهم، عاود رجعتهم للثلاجه حكموا معايا يعني حوالي 5 دقائق باش يحكموا معايا كي نقلاصيهم ما يعذبونيش. وهنا ذوبت 100 غرام 100 غرام شوكولا نوار مع 100 غرام شوكولا بالحليب، ما حبيتوش يكون حلو بزاف، مع ملعقتين كبار من زيت. في البدايه حطيت 2 مغارف زيت، ذوبتها مع حمام مائي اكيد الشوكولا نتاعي، حطيت 2 مغارف زيت لكن ما بانوش لي تخي بزاف نتاع الحلوه نتاعي. شفتوا ما بانوش بزاف. الى هذا قررت اني نزيد نخففها اكثر، زيت لها 2 مغارف يعني الاجمال نتاع الزيت كامل كانوا 4 ملاعق كبار من الزيت. ما تخافوش راح تحكم معكم يعني سورتو الحال بارد، يعني ما ننصحش بالطريقه هذه نتاع الشوكولا في الصيف، لكن في الشتاء حكمت معايا عادي كما شفتوا. الشوكولا جمدت عادي جدا. ديما تقصوني على الشوكولا اللي نخدم بها هي شوكولا الوجدان صراحه، هي المخيره في الذوق، في القوام، في اللمعه، في اللون، هايله هايله. بعدها نحي الحبات بهالطريقه. شوفوا كي تحطوهم في الثلاجه راح يحكموا معكم بكل سهوله وتقدروا تنحوهم بلا ما تفسد معكم الحبه تاع البنيون. وانا كلاصيت بهالطريقه على المشبك وانتم كلاصيو بالطريقه اللي تناسبكم. عندي هنا كذلك حبيت نجرب اللون هذا الكرام لكن شويه بين لي الحبه من التحت. درت 100 غرام شوكولا بيضاء ذوبتها لحمام مائي، ضفت لها ملعقه كبيره معمره مليح من الزيت. كما قلت لكم الشوكولا البيضاء ما تحبش تخفف بزاف يبان الحبه من التحت، مع ملعقه صغيره من الشوكولا تاع قبيل يعني بهلون. نحط حتى نتحصل على اللون المناسب. ديما كي نحط المشبك نحاول نخبط باه يهبطوا لي تهبط الشوكولا ويبانوا لي تخي هادو. بالنسبه للتزيين اللي من اللور هذاك درت بالبانسو شويه شوكولا، مسحت شويه دهنت لاريير تاع الحبه بالشوكولا وغمسها حبات في البيستاش حبات في الكاوكاو مرحي كما راكم تشوفوا محمص ومرحي ناعم. وتحصلت على هذه النتيجه. حطيتهم في الكيسات. شوفوا الشوكولا تحكم معاكم والحبه تجيكم هايله تاع مناسبات تاع اعياد تاع كل يوم. حضروه يعني لعائلتكم بزاف بزاف بنين. جربوا على طريقتي. اتمنى ان الوصفات عنها اليوم نالت اعجابكم. نلتقي ان شاء الله في وصفات اخرى فيديوهات اخرى. الى الملتقى. سلام.